السلام عليكم الإخوان. اليوم غنشوفو كيفاش نوكلو الطائر ديالنا يدويا، سوا بالسورانك سوا بشوكة. ما عندكش بجوج جيب عام معشق، عام معشقة توكل بها الفرخ ديالك. تابعوا معنا الشرح. كتجيب الفرخ ديالك فهاد العمر هذا تقريبا ولا كبر شي شويه ماشي مشكل. شوف له الا كانت عندك بياضه مزيان، الا ما كانش راه كارطونه قاضيه الغار. وتجيب له نجاره، سوا نجاره بحال هادي عاديه صناعيه، الا كانت نجاره عاديه مره بقى تبدلها له باش ما يمرضلكش الفرخ ديالك. وحاول ديرو فشي مكان هادي ميكونش فيه سطاع بزاف، تحطو فشي بلاصه عاليه. ها هو الفرخ ديالنا خرجناه، نجيبو شي زلافه فين نخلطو هادشي. المهم ها هي الدراري، ها نجيبو الماكله اللي خدينا، تنزلو الكميه تقريبا واحد المعشق، متكونش عامره بزاف. بالنسبه لي انا الفرخ اول مره نوكلو بمعشق، عليها خاص كميه تكون قليله شويه باش يلا ياتي. كنضيفو الماء سخون صافي، نحركو هادشي هذا. الخليط ميجيش تقيل بزاف بحكم ان الفرخ باقي صغير، يكون قاصح شويه تزيد شويه الماء. المهم هو الخليط ديالنا ولا زيد ميكونش تقيل بزاف وفي نفس الوقت ميكونش خفيف بزاف كيفما تشوف. نديرو الماء سخون، مخصوش يكون الماء بارد. المهم تنشدو الفرخ ديالنا هكا، هو ما باقي ما عارفش في الاولى تلقى واحد الصعوبه، خليها يذوق في الاول. مع الوقت هاد الصعوبه ما تبقاش، ولكن اين فوا تحط له المعشق يبقى يجي ليه هو الراس، مبقاش كاع تلقى دوك المشاكل. المهم كتكرروا العمليه هكا حتى تيبدا يولي.